صباح الخير حبايبي. النهارده بقى بكلم حبيباتي، ولو في حد من الاخوه الرجال بيسمعني، اكيد انت عندك اخت على وش جواز او عندك بنت على وش جواز، يا ريت تبعت لها الفيديو ده، لاني للاسف احنا حتى كاباء وامهات لما بيتقدم حد لولادنا علشان يرتبط بيهم، عريس يعني جاي لبنتي، اهم حاجه عنده شقه، اهله مين، مرتبه كام، الحاجات اللي هي مهمه جدا ماشي، لكنها مش كل حاجه، ونتفاجئ بكوارث بعد الجواز ونلاقي بنتنا مش سعيده على الاطلاق، ونتفاجئ بنوع الشكوى اللي هي بتشتكيها. عشان كده انا بنصح اي حد بنوته جايه هتتجوز، نفسها تتجوز، وده الحلم اللي البنت بتفضل تحلمه من وهي قد كده، ان هي تبقى ام، وان هي عندها بيت، وان هي ترتبط، وفارس الاحلام والكلام الحلو ده اللي بيتقال. حبيبه قلبي، اياكي تقعي في الغلطه دي، وانا من ضمنكم. يعني لما انا اتخطبت كان عندي 20 سنه وشويه، فكنت صغيره جدا، يعني كنت في ثالثه جامعه. كان كل اللي شاغلني ان انا البس الفستان، وان انا اعزم صحباتي، وان انا اعمل حفله، وان انا البس الدبله، وان انا يا سلام الجو ده، وان انا يبقى عندي بيت المملكه بتاعتي الخاص بيا، اعمل فيه كل اللي انا عايزاه وبس. هو ده اللي احنا بنفكر فيه؟ لا خالص، الموضوع مش كده خالص. في مقاييس تانية غير شقته كام اوضه، وهو هيفرشها لنا ايه، وهيدفع مهر ايه، وهيلبسني دهب ايه، وشهادته ايه. في مقاييس تانية خالص. معايا بقى واحدة واحدة كده، وركزوا الكبار قبل البنات عشان تعرف ترشد بنتك. أرجوكم أرجوكم، لأن كلنا بيغفل عننا النقطة دي اللي أنا هتكلم عنها. أنا هقولك أسئلة وتجاوبي عليها، ولو الإجابات مش مناسبة ليكي فكري 1000 مليون مرة في انك تكملي الارتباط ده او انك ما تكملهوش. اتفقنا؟ طيب، هل هو بيتقي الله؟ وحطي تحتها مليون خط. مش شرط انه يكون عنده لحية او انه عنده علامة الصلاة، وانه هو عندنا بيقوم يتوضى ويصلي، لا مش ده. هل وهو بيتكلم عن شغله وحياته العامة بيمارسها ازاي، حسيتي فيه بتقوى وخوف من ربنا؟ اعرفي انه لو عنده الصفة دي يبقى كده كفته تقلت جدا، وبيبان على فكرة خالص، بيبان. اياكي تتغافلي. بصوا، نقطة عايزة اقولها، احنا بنبقوا شايفين كل حاجة بعينينا، ولان احنا عايزين حاجة معينة ونتيجة معينة فنقول ايه؟ لا، ما احنا هنغيره بعد كده. لا، ما هو ما يقصدش، ما هو ما فيش. ارجوكي صدقي اللي انت شايفاه، صدقوا اللي انتوا شايفينه. وبصوا حبايب قلبي، قاعدة خدوها على كل حاجة بقى، مش في موضوع الجواز بس. محدش بيغير حد، يا تتقبليه على بعضه زي ما هو كده، هو ده طبعه، يا ترفضيه على بعضه على جنب. دي قاعدة كده خلوها. يبقى أول حاجة، هل يتقي الله؟ دي نقطة. النقطة الأنيل بقى، ممكن يجيلك واحد مليونير بس بخيل. هتعرفي ازاي انه بخيل؟ لا، بيتعرف ازاي انه هو بخيل. في كل تكة بتحصل بخيل. المسألة نسبة وتناسب، انتوا فاهمين؟ يعني انا دلوقتي لو جاي لي واحد هو امكانياته الماديه بسيطه جدا، وداخل عليا ببوكيه ورد ب 20 جنيه مثلا، مع ان مفيش بوكيه ورد ب 20، انا افترض بالنسبه له ال 20 جنيه دول لا ده مبلغ، فهو لا انسان. انزل مثلا رحنا نشتري الشبكه او حاجه، قال لي لا وقف مثلا ليموزين او تاكسي، ما خدنيش في مواصلات ونططني من هنا لهنا. لما اجي امشي معاه ما يمرمطنيش في الشارع وانا رايحه وجايه. الانسان الكريم هو كريم، مش قد الخروج ما يخرجش، مش قد الجواز ما يتجوزش اصلا. التكات البسيطه تحسي فيه هو نزيه، نزيه في اسلوب لبسه، في طريقته. البخل بيبان، وايه، انت اختبريه وحطيه في محكات بالقصد عشان تعرفي هو بخيل ولا لا، لان ده ممكن يقطم حياتك وسعادتك، انك تعرفي ان هو معاه وحرمك.
نمرة 3، هل بيعامل امه واخواته البنات بشكل راقي محترم؟ انت حابه طريقه معاملته لاهله؟ عارفه لو هو بيعامل امه كويس واخواته البنات كويس وبيحترمهم وبيقوم بدوره صح، كده كفته تقلت عندك، لانه زي ما هو اتعود انه العنصر الانثوي في حياته كأم واخوات بنات بيعاملهم باحترام، وانت هتبقي الانثى في حياته، فثقي انه هيعاملك على نفس المحتوى ونفس المستوى من الاحترام. هل هو متحمس لمستقبله؟ يعني مش كفايه انه يكون دكتور مهندس حاجه كده منصب رائع، اكم من دكاتره حوالينا، دكاتره بشريين، وتلاقيه قاعد ما اتحركش، المكتب اللي قدامه ما اتغيرش من 20 سنه والله العظيم، وانا شايفه نماذج عندي حواليا كده في المكان اللي انا ساكنه فيه. هل هو طموح؟ هو عايز يكبر ويتنقل من مرحله لمرحله؟ اياكي تتجوزي واحد ما عندهوش طموح لمستقبله مهما كنتي انت اخداه. هو عباره عن ايه؟ لان الانسان الاكتف الايجابي اللي يقدر ان هو يطور من نفسه ده مهم جدا. لكن انا اتجوزه النهارده وهو مثلا نقول لسه بيبتدي بقى حياته كده وما عندهوش حماس لمستقبله ان هو عايز يكبر نفسه، اعرفي انك هتفضلي واقفه في نقطه الصفر معاه في الحته دي. الانيل انه مش هيرحب بطموحك، ولو رحب بطموحك هتعرفي على طول ان هو هيعيش على كتفك، هتبقي انت الست اللي شايله البيت. خدي بالك من ده. طيب ده بيحبني جدا يا طنط، والله ده بيحبني جدا. هل بيحبك بمفهوم الحب اللي انت فاهماه؟ كل واحده فينا عندها تصور عن الحب ده، العلاقه دي بتبقى ازاي؟ هل هو بيحبك بمفهوم الحب اللي انت فاهماه؟ هل لغه الحوار بينكم متوفره وفي راحه في الكلام والاخذ والعطاء؟ هل بيقدر لما تزعلي يمتص غضبك؟ طب هل بيعرف يصالحك اصلا؟ في رجاله ما بتعرفش تصالح، في رجاله بخيله ان هي تقدم الصلح المناسب، ده بيذبح الست. هل عنده القدره على التعبير بالطريقه اللي انت بتحبيها؟ يعني في راجل ممكن يجيب لك مثلا خاتم سوليتير لكن يزغدك بيه، الاسلوب بتاعه في تفاعلاته العامه معاكي المستوى بتاعها ده انت حباه ومتقبلاه؟ لو حباه تمام، اهم حاجه تكوني انت حباه، مش مهم لا انا رايي ولا راي ماما ولا راي اختك، انت شايفه ان ده تمام. هل شكله بيساعدك؟ يعني انت هتعيشي في وش الراجل ده المفروض لاخر العمر، لازم كل ما ابص له احس بالرضا. اياكي تاخدي واحد عشان هو مركزه كويس ومعاه فلوس كويسه ومش قادره، انا ما بقولش بقى قمر، كل واحده فينا عندها القمر بتاعها، يعني مقاييس القمر اللي هي بتحبه. يعني ممكن انا اشوف واحد ما فيش زيه في الدنيا وحد تاني يقول ايه ده يخرب بيتك انت بصيتي له ازاي؟ بالنسبه لك انت راضيه ومتقبله وبتحسي بسعاده وانت باصه للراجل ده، انت الوحيده اللي تقدري تجاوبي. طيب قادره تعيشي معاه كل العمر كل المراحل؟ ده مهم جدا تسألي نفسك السؤال ده. انا هفضل عايشه مع الراجل، يعني هو انا دلوقتي بقى مخطوبه وطبعه تعبني، تخيلي انك هتعيشي عمرك كله في الضغط النفسي ده. لازم اسال نفسي فعلا هو ده رفيق العمر؟ رفيق العمر؟ هل المستوى المادي اللي مقدمهولك يوفر لك الستر؟ مستوى المعيشه اللي انت عايشه فيه، كلنا عندنا ضغوط ماديه كلنا، لكن نوعا هل مستوى المادي اللي هيقدمهولك يوفر لك الستر؟ ما يخليكيش انت زوجه وفي ذمه راجل وتروحي تخبطي على بابا ولا على جارتك عشان محتاجه فلوس، ولا لما تيجي الفواتير تعمل كده ضغط. الضغوط دي بتتكون
بتعمل حيطه. طبعا لازم نصبر على حياتنا ولازم نجاهد ولازم نجتهد، لكن في حد ادنى، في مستوى، في حاجه اسمها مستوى. وخصوصا لو انت متربيه في بيت متعوده الامور متوفره ونوعا متيسره، ما اجيش اتجوز الاقي نفسي في الارض الضغوط بتتراكم وتلاقوا العيال بيطلقوا بعد سنه. صح؟ فما تفرحيش دلوقتي الله بقى وزفاف وبابا هيجيب لي قصر الفستان وبابا هيعمل لي قاعه وبابا هيعمل لي معرفش ايه، وبعدين في الاخر انت هتعيشي مع الراجل ده وانت الوحيده اللي تقدري تجاوبي. وبصدق انا هقدر اعيش واكل ان شاء الله لقمه بملح اللي هو ده يقدر يقدمها لي؟ طيب بلاقيها بتبقى معاها شهادات عاليه جدا وبتيجي تاخد حد شهادته عاديه، مع احترامي لكل الشهادات وكل حاجه. المصيبه مش في ان البنت تقبل، لما تيجي تتجوز واحد وشهادته اقل منها هي ممكن تكون قابله وعادي جدا ومش فارق معاها. المصيبه في الطرف الاخر، بيفضل حاسس بالنقص طول العمر وكانه بيدفعها الثمن وتلاقيه واقف ضد طموحها، ولما تيجي تتكلم انت هتشوفي نفسك ويكسر فيها. اياكي على الاقل يبقى على مستوى تعليمك، ارجوكي والله يا بنتي بيعمل شرخ مش طبيعي ونقص، يبقى جواه نقص وتلاقيه بيقطم طموحك، بيقطمه. حته الانا والرجوله عنده بقى بتعلى قوي، كأن الرجوله هي كده. للاسف هي ثقافه شعب احنا عايشين فيها. خدوا بالك، هل الراجل اللي معايا ده، شوفي انت دلوقتي مسؤوليته بس، هو بعد كده هيبقى هو مسؤول عنك وعن الاطفال الغلابه اللي بيشوفوا المرار بعد الشر. يعني لما يكون الاب غير مسؤول ولا قادر يقوم بمسؤولياته تجاه بيته واولاده، الراجل ده هيقدر يقوم بمسؤولياته؟ بيبان. واسمعي لما بابا يجي ينصحك ولا ماما تيجي تنصحك ولا حد اكبر منك ملوش اي غرض في الدنيا غير انك انت تبقي تمام، لما يجي يقولك الولد ده مستهتر، اسمعي وخدي بالك وركزي، انت الوحيده اللي هتدفعي الثمن. كلنا هنتعاطف معاكي لو حصل لك حاجه وهنزعلوا عليكي وهنطبطب، لكن انت اللي هتفضلي موجوعه. واحنا في مجتمع لما الست بتطلق نهار اسود بقى كانها خدت كده ايه خد، مهما يكون اتعمل فيها لا يبقى هي اللي غلطانه. لازم تاخدي بالك وتجاوبي على الاسئله دي كلها بشكل قوي جدا. اياكي تتغافلي حبيبتي، اياكي تتلهي في اللي هيعمله النهارده واللي مش عارف ايه واللي بيبقى شكله حلو وشعره معرفش ايه. والله الحياه مش كده، الحياه اكبر واعمق من كده بكتير يا ولادنا. حبايبي البيوت بتتخرب دلوقتي لانها بتبقى هشه في الاساس، ما بناخدش بالنا. تيجي بنتي تشتكي لي تقول لي يا ماما ده ما بيعرفش يقول كلمه حلوه. طب هل لما جيت اقدم بقى بابا كان اخد باله من النقطه دي؟ ما حدش ياخد باله الا انتي. لما بيجي تقدم لك واحد وبتحصل الرؤيه الشرعيه، انا افترض انه عريس جاي من بره خالص، انتي بتحسي هو انسان كده اكتف ولطيف وانسان كده عنده طموح وعنده، انتوا فاهمين قصدي؟ فارجوكي كوني صادقه جدا مع نفسك، الثمن غالي جدا، ولو عندك بقى اطفال بيدفعوا الثمن اضعاف اضعاف مضاعفه. اتمنى من رب العالمين اني انا اكون فتحت اذهان بناتنا الصغيرين. حبيباتي ارجوكوا حبايبي، لو لا قدر الله حصل طلاق بتضطري بعد كده تتجوزي واحد، يا اما واحد متجوز يا اما واحد معقد وتاخر في الجواز، يا اما هتعيشي ساعتها مش هتختاري، تلاقي نفسك للاسف الدنيا بتضيق عليكي قوي قوي. وده بقى موضوع تاني هنبقى نتكلم فيه، يعني ليه تضيق عليكي اصلا. فمن الاول خالص انت لما تيجي تختاري فستان بتلففينا كده الدنيا وبتدوبي رجلينا علشان تنقي فستان. امال الراجل اللي هتعيشي معاه العمر كله، فكري 1000 مرة، فكري 1000 مرة واسمعي الفيديو ده مرة واثنين وثلاثة وفرغيه واكتبيه في ورق. لما يجي يتقدم لك واحد قيسي صح، زي ما بتشوفوا شقته كام اوضه، شوفي ابعاد شخصيته ايه. واتمنى لو عجبكم الفيديو، على فكره مش بحب اقول المقطع ده خالص، ان انا اقول لكم اشتركوا في القناه ولايك وشير والكلام ده، انا بس بقول لسبب. انا شخصيا ممكن اكون بتفرج على فيديو عاجبني جدا وانسى اشترك في القناه وانسى اعمل لايك، يعني فاللي حابب ينورني انا بحبكم قوي. وبتمنى من رب العالمين ربنا يديكم كل خير وما يوريكمش
في اعراضكم اي حاجه وحشه. واهلا وسهلا.